لا تعليق. والله العظيم يا جماعة لا تعليق. الأهلي بيفرط في أسهل فوز على صن داونز بسكور. تخيل دي أسهل مباراة لعبها النادي الأهلي قصاد صن داونز. تخيل برضو إن النادي الأهلي النهاردة كان قادر يعوض الخماسية اللي تلبيناها مرتين من صن داونز. تمام. الفرق بين النادي الأهلي وصن داونز إن صن داونز في المرتين اللي كسبنا فيهم 5 استغل كل فرصة جات له. يا راجل ده كان بيشوط عليك من بره، كان بيجيب فيك جوال من بره ال 18. انما الاهلي لا. الاهلي عايز اللعيبه عايزه تخش بالكره جوه الجول. يعني الواحد مش عارف يعمل ايه. بتجيلك ضربه جزاء تقريبا في اول ربع ساعه في الماتش وللاسف بتضيع. يعني لا تعليق بجد والله يا جماعه، لا تعليق. يعني بصراحه علي معلول على راسي، وعلي معلول كلنا بنحبه، بس دي مش حاطه خالص. دي مش حاطه خالص في واحد زي ويليام اللي هو الشوط الاول كان كفيل بس يشيل فرقته او فرقته تشيل بسببه 5. ده كفيل. فرص يا جماعه راحت من النادي الاهلي في الشوط الاول بالجمله. مسلسل فرص مهدره للنادي الاهلي، على المسلسل مش راضي ينتهي. طب وبعدين انت لعبت ماتشين سيمبا انت مضيع ولا 10 تجوال، ولعبت النهارده برضه مضيع اجوال كتير. طب ايه يا جماعه؟ يعني طب نعمل ايه تاني؟ يعني نعمل ايه تاني؟ انا معاك ان النهارده الحظ ما كانش مع الاهلي تماما. صن داونز النهارده يا جماعه ما جاش. لو احنا بقى هنتكلم كوره كده، صن داونز اصلا ما جاش من جنوب افريقيا. ما جوش. لك ان تتخيل ان الفرقه طول مش 90، طول ال 98 دقيقه ما شاطتش عليك شوطه. النادي الاهلي عمل عليهم شوط اول عالمي. شوط اول عالمي في كل حاجه. كولر كتف مكوينه كده ورماه في المدرجات. لعيبه صن داونز ما كانتش قادره تطلع بالكوره. خلي بالك ان هو ده مستوى صن داونز، احنا بس اللي مدينهم اكتر من حجمهم. احنا اللعيبه بتاعتنا للاسف هي اللي كانت نازله هناك برضو مرعوبه، ومعرفش بصراحه يا جماعه ايه السبب. هم برضو نفس اللعيبه النهارده اللي مش قادره تخلص. معرفش ايه السبب مع صن داونز بالذات. يعني فرقه النهارده ما جاتش، وكان عندك الفرصه انك تشيله النهارده 5 مستريح، ولكن انت فرطت في الفرصه دي. امال هتكسب امتى؟ هتكسب الفرقه دي امتى؟ فرقه زي دي ملهاش اي 30 لازمه وبتعلم عليك. ما كسبتكش هنا في القاهره خالص في استاد القاهره، بس هي صعدت. طب وبعدين يا جماعه؟ وبعدين احنا لو قلنا برضو هنتكلم كرة الموضوع مختلف تماما. انت بتوصل، يعني انت كنت ناقص تخش بالكرة جوه الجول. الحظ النهارده عشان اجيب لك من الاخر كده، الشوط الاولاني خلينا نقسمها حتتين، شوط اول وشوط تاني. الشوط الاول انت ما كنتش بتلعب ضد صن داونز، انت كنت بتلعب ضد الحظ. الحظ هو اللي كان موجود بس، انما صن داونز ما جاتش. لما كرة المدافع تقع من ايد ويليام، المدافع يطلعها تخبط في رجل كهربا وتروح في القايم. كرة تانية يروح بيها بيرسي تاو وتروح في العارضة واشك ان هي اوفسايد اصلا. كرة بيرسي تاو اللي في اول 4 دقايق يحطها بدماغه، ويليام يقفل رجله وما تخشش. غير الكرة اللي عدت مليون المدافع بيطلعها. ايه يا جماعة كل الاجوال دي؟ ايه يا جماعة كل الاجوال؟ طب ولحد امتى؟ لحد امتى يا جماعة؟ لحد امتى؟ خليني اقول لك برضو ان الحكم منه لله. والله العظيم 3 الحكم منه لله. الحكم ده في لقطة اكرم توفيق في الشوط الاول الواد ده يطرد. نفس المدافع بتاع صن داونز ده اللي يعني غربال طرده في ماتش بترو اتلتيكو من اول دقيقه. عيل غبي اصلا، دخل في رجل اكرم توفيق كان هيقتله وبيديله انذار. وحكم الفار قاعد فوق تقريبا نايم. حكم الفار قاعد نايم، مش يندهه مثلا يقول له في مصيبه هنا ولا عزفت على دماغك؟ مفيش. هي دي ماما افريكا يا جماعه، والاهلي متعود على كده ان كل الحكام ضدك، بس برضو اللعيبه قصرت. اللعيبه قصرت. ده خلي بالك، ده الشوط الاول لعيبه النادي الاهلي عملت كل حاجه الشوط الاول غير انها تجيب جول. تيجي بقى الشوط الثاني لعيبه النادي الاهلي خلصت بدني اصلا من الشوط الاول فخلصت. انت اللعيبه عندك خلصت بدني الشوط الاول، الموضوع خلصان خلاص. انت تقريبا ما رحتش على مرمى صن داونز غير بعد ما اتطرد لاعب. يعني بعد ما اتطرد لاعب ابتدينا نروح، اللي هو في الدقيقه 85. هم بقوا يعني كانوا الاول بيدافعوا من ال 18، بقوا يدافعوا من نص الملعب وبقوا بيلعبوا على التسلل. مش عارفين نعمل كرة طولية ويحصل كروس يمين ولا شمال ونضرب الاوفسايد ده وواحد يروح بالجول يروح يجيب جول. مفيش. ما تعرفش النهارده كان فيه ايه. وكولر بيه بصراحة انا مش فاهم انت منزل مودست ليه يا جماعة. مودست ده من الاخر احنا لبسناه.
احنا بقى عندنا 2 جدي في الفرقه، بقى عندنا جدي كولر وبقى عندنا جدي مودست. الراجل مش قادر يمشي عشان قادر يجري. يا راجل كنت سيب كهربا اكرم لك، كنت سيب كهربا اكرم لك على الاقل يعمل لك فرصه كده ولا كده، يروح يضغط على على المدافع بتاعهم، يعمل اي حاجه. انما مودست ده ما جاش ده يا جماعه، ده لازم يمشي في يناير. ده خلاص انت ما عندكش مهاجمين، انت ما عندكش مهاجمين. بقى تمشي يا محمد شريف وتجيب مودست؟ بقى تفرط في فيستون كلالا اللي راح بيراميدز وتجيب مودست؟ يا جماعه بقى ده يعقل يعني يا جماعه؟ شوط تاني انت اصلا الشوط الاول كله انت خلصت بدني، فالشوط التاني انت خلصت خلاص. موكوينا بقى لاعب كده كولر بمزاج، لا انتوا اضغطوا بقى عليهم مش من ال 18، احنا بقى نطلع شويه علشان لو جت مرتده ولا حاجه نقدر نحطها ونلعب على الاوفسايد. ما هو اصلا ما عندكش جناحات تعمل كروسات علشان تضرب الاوفسايد ده، وما عندكش حد يعني مش فاهم. حتى امام عاشور الشوط الثاني مستواه نزل لانه خلص كل حاجه الشوط الاول. حتى قفشه لما نزل ما عملش حاجه. يعني انا مش عارف بصراحه النهارده لعيبه الاهلي كان فيها ايه. الواحد كان قاعد بيضرب اخماس في اسداس بجد. مش عارف انت النهارده من الاخر كده، احنا يعني اتهزمنا من الحظ، واتهزمنا برضو من تقصير اللعيبه اللي مش عارفه تخلص، واتهزمنا برضو من عدم وجود راس حربه صريح في النادي الاهلي. بقالنا قرن بالنادي عايزين راس حربه، يجي لنا مودست بس. مش عارف بقى في ايه تاني. طبعا بقى يعني في عندك شق كده اسمه التحكيم ده يا باشا. التحكيم في افريقيا وكلنا متعودين عليه، ولاد 60 في 70، واحنا متعودين عليه وخدنا بطولات افريقيا بالتحكيم المنيل بنيله ده. ما احنا كلنا عارفين يا جماعه ان سان داونز يعني رئيس الكاف هو موتسيبي اللي هو صاحب اصلا سان داونز. عايز ايه تاني؟ خلاهم لعبوا بيترو اتلتيكو على ملعبهم اخر ماتش، وخلاهم لعبوا الذهاب بتاع النادي الاهلي على ملعبهم هناك عشان يبقوا مريحين، وبعد كده بيجي لك القاهره. يا راجل ده حتى ماتش الفاينل الاولاني هيبقى في المغرب والثاني هيبقى في جنوب افريقيا. هي متهيئه لهم يا جماعه. 4 مليون دولار كده زي الفل بتمن بطولتين افريقيا، يعني ده كمان بعد التعديل. فكل ده ماشي يا جماعه على جنب، بس احنا في الاول وفي الاخر قصرنا. لعيبه النادي الاهلي قصرت. كان عندك فرصه ذهبيه الشوط الاول انك تكسب الفرقه دي سكور. يا راجل ده انت لو كنت جبت جولين بس الشوط الاول على النعمه الفرقه دي كانت طلعت ب5 6 مستريح. الفرقه دي زي ما قلت لكم قبل كده وفي فيديو قبل كده، اضعف ما فيها هو خط دفاعها. انما احنا نستغل ده ولا الهوا. طب نستغل غلطات الجول دي ولا الهوا. طب امال هنستغل ايه؟ هم بقى يا باشا استغلوا وصعدوا للاسف النهائي. اتمنى يعني ان النادي الاهلي يعيد حساباته، اتمنى ان كولر يعيد حساباته تاني من اول وجديد. اتمنى بقى نبتدي ندور على راس حربه من دلوقتي، علشان الموضوع كده بصراحه بقى زياده قوي. تمام، انت لسه داخل بقى، انت عندك بطوله افريقيا ولسه عندك كاس عالم. ما اعتقدش ان احنا هنعرف نلعب كاس العالم اصلا ولا بطوله افريقيا براس الحربه ده. لازم يا جماعه نشوف حل، لازم نشوف حل. دي مش نهايه المطاف، ان شاء الله اللي جاي احسن بامر الله. بس زي ما اقول لك كده لازم يجي راس حربه. انت ما عندكش يا جماعه. سلام.